يا مي، اتفضلي. ايه الفرق بين ان انا اعمل براند واني اكون انا البراند؟ بصي، هي دي تو استراتيجيز مختلفين. في ناس او في شركات بتفضل ان هي تظهر شخص يكون هو اللي بيمثل الشركة. طب ده ايه الفرق ما بينه وما بين ان اعمل براندنج للشركة نفسها وما يكونش فيه شخص ظاهر؟ الفرق انه البيرسونال براندنج بيكون اسرع. يعني انا بطلع اتكلم انا عن البراند بتاعي واوري زي هدى بيوتي الناس الايتمز بتاعت البراند، واحط الميك اب على نفسي واوريهم الكواليتي. في مقولة كده دايما بنقول انه people buy for people، الناس بتشتري عشان خاطر الناس، فبيكون اقصر كمسافة في الماركتينج من تأثير الشخص على الاودينس عن ان البراند بس ايه، بصوا الروج ده حلو او الميك اب ده حلو او كده. فلما بشوف حد بيستخدم المنتج ده بيكون اسرع بكتير في اني اقفل ديل مع الكلاينت بتاعي عن ان انا بس مصور المنتج او عامل توتوريال كده مش واضح فيه اشخاص. فهي استراتيجيز مختلفة. هتقولي انا بفضل ايه؟ انا طبعا بفضل البيرسونال براندنج لانه اسرع واسهل وهو دلوقتي الناس زي ما بقولك people buy for people. لكن ده صح وده صح. بتختلف بقى من صناعة لصناعة. في صناعات بينفع فيها ان احنا نطلع شخص يعمل بيرسونال براندنج وكده، وفي صناعات تانية لا، بيكون شكلها افضل ان هي تطلعي بالبراند كبراند.